أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في تحليل أعتقد مثير للاهتمام. بنتكلم عن تصنيف حصري لأقوى 10 قوات دفاع جوي في منطقة المتوسط المتوقع ل 2025. ده بناء على مصدر متخصص، وهدفنا نفهم إيه اللي ورا الترتيب ده والعوامل اللي بتحسمه. أهلا بيك. وفعلا التحليلات دي بتكشف لنا سباق تكنولوجي واستراتيجي يمكن مش ظاهر قوي، بس محتدم في سماء المنطقة. الموضوع مش بس صواريخ وخلاص، لأ، دي شبكات رصد وتكامل وقدرة على الرد. الموضوع معقد. طيب، خلينا نبدأ كده من تحت لفوق عشان نفهم الصورة. المركز العاشر سلوفينيا. المصدر بيقول إن قدراتهم ناشئة، بيعتمدوا على 3 بطاريات RCT ألماني، نظام حديث طبعاً. الRCT كويس، كنظام مضاد للطائرات والصواريخ قصيرة لمتوسطة المدى. لكن التحليل بيعتبر إن ده محدود كماً ونوعاً. صحيح، البداية بنظام كويس دي حاجة إيجابية، لكن العدد قليل. 3 بطاريات مش كفاية لتغطية شاملة. تمام. تاسعاً أسبانيا، عندهم 10 بطاريات باتريوت. الباتريوت الأمريكي نظام معروف بقدراته البعيدة المدى ضد الطائرات والصواريخ. بالظبط، لكن نقطة الضعف اللي التحليل بيشير ليها هي إنهم معتمدين عليه بشكل شبه كلي. مفيش تنويع كافي للمديات المتوسطة والقصيرة. ودي نقطة مهمة جدا. فكرة الطبقات الدفاعية دي أساسية. يعني طبقة واحدة مش كفاية؟ لا طبعا، حتى لو قوية زي الباتريوت ممكن تسيب ثغرات قدام تهديدات تانية يمكن تيجي فجأة أو تكون مختلفة. التكامل بين الطبقات هو مفتاح الفعالية. وده ياخدنا للمركز الثامن، إيطاليا. هنا في تنوع أكتر شوية، 5 بطاريات سمت فرنسية إيطالية للمدى البعيد والمتوسط، و24 وحدة سكاي جارد للمدى المتوسط. تمام، التنوع موجود. لكن التحليل بيقول إن مشكلة التكامل بين الأنظمة دي وكمان توزيعها الجغرافي ممكن يكون بيحد من فعاليتها الكلية. مشكلة التكامل دي معناها إن الأنظمة القوية دي ممكن ما تكونش بتتكلم مع بعضها كويس، مشاركة المعلومات والبيانات مش بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وده يأثر على سرعة الاستجابة. بالظبط، ممكن يخلق فجوات أو يبطئ الرد على هجوم منسق. طيب، سابعاً فرنسا، معتمدة بشكل كبير على صناعاتها المحلية. أنظمة ممتازة زي السامبت والكروتال NG قصير المدى. تكنولوجيا عالية فعلاً. لكن التقييم شايف إن الكميات المنتجة واللي شغالة متواضعة شوية بالنسبة لدولة بحجم فرنسا. وده ممكن يحد من قدرتها لو حصل هجوم واسع النطاق. الاعتماد على الصناعة المحلية بيدي استقلالية، وده مهم. لكن التحدي دايماً هو الموازنة بين جودة التكنولوجيا العالية وبين إن يكون عندك كمية كافية تغطي البلد كلها. نطلع شوية للمراتب الوسطى. سادساً اليونان. اليونان دي عندها مزيج غريب شوية، شرقي وغربي. دي حالة خاصة. عندهم باتريوت أمريكي وS-300 روسي بعيد المدى، وكمان أنظمة تور M1 روسية وكروت الفرنسية قصيرة المدى. التحليل بيقول إن ده بيديهم مرونة تكتيكية، بس في مشكلة إن بعض الأنظمة دي قديمة ومحتاجة تحديث. ده غير التحدي بتاع التشغيل البيني، صح؟ بالظبط، إنك تخلي كل الأنظمة المختلفة دي تشتغل مع بعض كأنها نظام واحد، ده تحدي كبير جدا. ده غير الصيانة والتدريب المختلف لكل نظام. خامساً تركيا، عندها نظام الS-400 الروسي المتقدم اللي عمل جدل كبير. الS-400. وكمان بيطوروا أنظمة محلية زي حصار، ودي واعدة، بس لسه بيعتمدوا على أنظمة أقدم زي الهوك الأمريكي. فالتحليل بيلمح إن التحدي الأكبر هنا هو إزاي يعملوا تناغم وتنسيق بين كل المصادر المختلفة دي، روسية، أمريكية، محلية. صحيح. لو بصينا للصورة الأكبر هنلاقي استراتيجية تركية طموحة، عايزين اكتفاء ذاتي وفي نفس الوقت يحتفظوا بقدرات متنوعة. لكن زي ما بنقول، التحدي الحقيقي هو إنه كل المكونات دي تشتغل مع بعض بكفاءة. نيجي لرقم 4، المغرب. التقرير بيوصف تطوره بالسريع جدا. عاملين تشكيلة واسعة، باتريوت وHQ-9B الصيني بعيد المدى، وكمان البراك 8 الإسرائيلي المتطور، بالإضافة لأنظمة زي سكاي دراجون 50 وميكا. ده بيوفر طبقات دفاعية متعددة. تمام. لكن التحدي المتوقع هو إدارة وصيانة وتكامل الخليط المعقد ده من التقنيات المختلفة. التنوع الكبير ده في المصادر ممكن يكون نقطة قوة، بس في نفس الوقت بيعقد الأمور اللوجستية جدا، والتدريب والتكامل الفعلي.
كل نظام وليه متطلباته، وإنك تخليهم يشتغلوا كشبكة واحدة متناغمة دي مهمة صعبة. وهنا بقى الموضوع بيبقى شيق أكتر. التوب 3. ثالثاً، إسرائيل. التقرير بيعتبرها رائدة عالمياً بنظامها المتكامل متعدد الطبقات ومتصمم مخصوص للتهديدات اللي بتواجهها. نموذج إسرائيل مختلف. عندهم الإيرو للصواريخ البالستية بعيدة المدى، وديفيد سلينج للتهديدات المتوسطة زي الصواريخ الجوالة والطائرات، وطبعا القبة الحديدية ايرون دوم الشهيرة للصواريخ وقذائف الهون قصيرة المدى. التركيز هنا مش على الكم قد ما هو على الكفاءة والتكامل التكنولوجي الفائق والأتمتة بدعم أمريكي كبير طبعا. صحيح. نموذج إسرائيل بيركز على الحلول التكنولوجية المتقدمة جدا اللي بتواجه تهديدات محددة بدقة عالية. التكامل والكفاءة هم أساس قوتهم الدفاعية الجوية حسب التحليل ده. المركز الثاني مصر. التحليل بيتكلم عن شبكة ضخمة جدا ومتعددة الطبقات. مصر عندها كم هائل من الأنظمة. بالظبط، روسي وصيني وغربي، S-300VM، HQ-9B، بوك، بانسير، تور. القائمة طويلة، والكثافة العددية كبيرة خصوصا في المديين المتوسط والقصير. ومؤخرا كمان بدأوا يضيفوا أنظمة أوروبية حديثة زي الإيرستي. القوة هنا في الحجم الكبير والتنوع، لكن التحدي الأكبر هو الحفاظ على جاهزية وإدارة الترسان الضخمة دي كلها بكفاءة. تمام، الصيانة والإدارة لكمية الأنظمة دي مش سهلة أبداً. وأخيراً المركز الأول حسب هذا التقييم الجزائر. التقييم بيديها الصدارة بسبب ترسانة بيوصفها بأنها ضخمة ومتقدمة جداً. بيذكر إن عندهم عدد كبير من أفواج نظام الS-400 الروسي المتطور. الS-400 بعدات كبيرة، ده عامل مهم. ده بجانب الS-300 وأنظمة HQ-9B الصينية والبوك M2 والبانسير والتور M2. شبكة متكاملة. العامل الحاسم في صدارتها زي ما التقييم بيقول هو الجمع بين العدد الكبير ده من الأنظمة المتقدمة والتكامل الفعال بينها عشان يغطوا كل الطبقات بشكل شامل. اللي بيميز ويجزل هنا حسب التقييم هو فعلا امتلاكها الأعداد كبيرة من أحدث الأنظمة وخصوصا الS-400. وواضح إن عندهم قدرة يحققوا تكامل فعال بين الأنظمة الروسية والصينية دي، وده بيخلق شبكة دفاع جوي كثيفة ومترابطة صعب اختراقها. بالظبط. طيب، إيه الخلاصة من كل ده؟ يعني الترتيب ده بناء على المصدر اللي استعرضناه بيورينا إن في استراتيجيات مختلفة جدا في دول المتوسط. صحيح، التباين واضح. في اللي بيركز على الكثافة العددية والتطور التكنولوجي زي الجزائر ومصر، وفي النهج الإسرائيلي اللي بيراهن على التكامل التكنولوجي الفائق. ودول تانية زي المغرب وتركيا ماشيين في سكة التنويع والتطوير المحلي. كل واحد واستراتيجيته. بالظبط. بس ده بيخلينا نسأل سؤال مهم للمستقبل. مع التطور السريع للتهديدات الجوية الجديدة، يعني بنتكلم عن المسيرات المتقدمة والصواريخ فارط الصوتية اللي جاية، هل الترتيب ده ممكن يتغير؟ سؤال وجيه. وهل المقياس الحقيقي للأمان هيفضل هو مجرد إحصاء عدد ونوع الأنظمة؟ ولا في عوامل تانية زي المرونة والقدرة على الابتكار والتكيف السريع هي اللي هتبقى الأهم؟ نقطة محتاجة تفكير